النهارده هنتكلم عن واحده من ابشع الحروب البيولوجيه اللي حصلت في العالم، سواء كان في التاريخ القديم او في التاريخ الحديث، الحرب المعروفه والمسماه بحرب الجثث الطائره. طبعا كلنا عارفين ان المغول في الوقت اللي كانوا موجودين فيه كانوا اكبر قوه بشريه وعسكريه في العالم، ولكن انك تتخيل ان المغول تاني اكبر قوه تحكمت في عدد كبير جدا من البشر. وعلشان تدرك معايا مدى الامبراطوريه المغوليه كانت متسعه قد ايه، لك انك تتخيل ان الامبراطوريه المغوليه كانت بتتحكم في اكثر من 150 مليون شخص، وان مساحتها على وجه الارض كانت بتعادل 33 مليون كيلومتر مربع، يعني حوالي 22% من مساحه اليابسه. وحدودها كانت بتمتد من شمال روسيا لحد حدود الصين والهند، ومن شرق عند اليابان الى حدود قاره اوروبا. وده كله كان تحت ايد مين؟ القائد الاعظم او السفاح الدموي جنكيز خان. وطبعا جنكيز خان ده لقب، اما اسمه الحقيقي تيموجين. المهم سنة 1347 بيفكر جنكيز خان في انه يجهز جيش جرار عشان يبدأ عملية غزو واحتلال اوروبا، فبيبعت القائد بتاعه جاني بيج، وجاني بيج هنا بياخد جيش جرار وبيذهب ليه حصار مدينة اسمها مدينة كافا. وطبعا مدينة كافا دي ده الاسم المعروف ليها زمان، اما المدينة النهارده معروفة باسم فيوديسيا. وفيوديسيا دي اللي ما يعرفهاش هي ميناء تجاري موجود عند شبه جزيرة القرم، يعني بمعنى اصح اي تجارة عايزة تدخل من اسيا لقارة اوروبا لازم تعدي على هذا الميناء. وطبعا نظر لاهمية المدينة واهميتها كمدينة تجارية فكانت محاطة ومحصنة تحصين غير عادي، وكمان معروفة باسوارها العالية. وطبعا الجيش المغولي اول ما جه حاصر المدينه وقطع عنها الامدادات على امل ان سياسه التجويع والعطش هتخلي اهل المدينه يستسلموا، وان طبعا الاستيلاء على هذه المدينه هتكون البوابه للسيطره على باقي قاره اوروبا. ولكن حصل حدث غريب جدا غير مجرى الحرب، او اقل ما يقال عليه انه غير مجرى التاريخ. اثناء الحصار القائد جاني بيج بيلاحظ حاجه غريبه قوي، ان الجنود بتوعه ابتدوا يتساقطوا واحد تلو الاخر عن طريق بعض الاعراض اللي بتظهر عليهم، وهي الحمى الشديده وارتفاع درجه الحراره، بالاضافه لان بعض الجنود منهم بتنبعث منهم رائحه كريهه زي رائحه القبر. واكتشفوا كمان ان البعض منهم ابتدى يطلع له دمامل في مناطق غريبه جدا في الجسم زي تحت الابط والجانب الاعلى من الفخذ، وان الجندي اللي بيصاب بهذه الاعراض ما بيمرش عليه يومين او على اقل تقدير اسبوع الا وبيكون مات. هنا القائد جاني بيج ادرك ان الحمله بتاعته في طريقها الى الفشل. طبعا لو انت ملاحظ قوي الاعراض اللي احنا قلناها دي ومتتبع اول التاريخ هتعرف ان الاعراض دي هي اعراض الطاعون الاسود او الوباء القاتل اللي اجتاح قاره اوروبا. المهم جاني بيج هنا ادرك ان الحمله في طريقها الى الفشل، وابتدى هيلملم جنوده وهي هم بالانسحاب. طبعا اهالي مدينه كافا ابتدوا يتنفسوا الصعداء لما لاحظوا ان فعلا الجنود هنا هيرحلوا عن المدينه. ولكن السفاح جاني بيج هنا بيخطر في دماغه فكره اقل ما يقال عليها انها فكره شيطانيه. اللي حصل كالاتي، ان اهالي مدينه كافا وهم مبسوطين وفرحانين على ان الحمله بتستعد للرحيل، في صباح احد الايام لقيوا مجموعه من الجثث بتتطاير عليهم من السماء. وده طبعا كان منظر غريب جدا ومش متخيلين ايه اللي بيحصل. فلما قربوا علشان يشوفوا المنظر لقيوا ان جاني بيج جمع الجثث بتاعه الجنود اللي ماتت بالوباء ده وحطهم في شباك زي شباك الصيد وعن طريق المنجنيق، وابتدى يحدف بيهم المدينه. ابتدت الجثث هنا تكتر في المدينه، وابتدى اهالي المدينه نفسهم يصابوا بالمرض، وابتدت المدينه تتحول الى اقل ما يقال عليها انها مدينه اشباح. وامتلت هنا الشوارع بالجثث، واصبحت المدينه زي ما اتفقنا انها مدينه اشباح. وده كان بدايه الطاعون الاسود اللي انتشر في قاره اوروبا، واللي انتشر بالتحديد سنه 1353 وقضى على ما لا يقل من ثلث سكان اوروبا. طبعا اللي انت ما تعرفوش ان المغول اصلا كانوا قبائل جايين منين؟ معظمهم كانوا من منطقه منغوليا والصين. وده طبعا اكيد بيفكرك بحاجه كانت حاصله في خلال اليومين دول. واللي احنا ذكرناه ده طبعا كان لمحه من تاريخ البشريه، واللي بتثبت لك مقوله مهمه جدا جدا جدا، وهو ان اكبر عدو للانسان هو الانسان نفسه. اتمنى تكون المعلومه عجبتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.